السلام عليكم، الله يعينكم شباب، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. راهي لابالك لا وسع ندخل ديريكت في صلب الموضوع، ما نحكي لكم ساعات كيفاش قمت وكيفاش حاسين وما عليناش. خلينا ندخل ديريكت في صلب الموضوع وتفرجوا في ساعه في البونتو. خلينا نعاودوا البونتو. الناس اللي ما تفرجتش راقبه كل شيء. انا برسوليه صارت. هات تفرج كيفاه. الراف اعطيه السيد ما يرحمش قدام الكاج، السيد هذا ما يرحمش قدام الكاج. بالله تصوروا كان جاء مسطوري زعما يجيبوا يحطوها في الكره في الكاج. قولوا لي تراه يحطها الكره في الكاج. الجماعه ذوما ما ترحمش قدامهم. راس الجول عندهم عيب يجيب الكره لبرا، عيب كبير ياسر. نعاود لكم. هتفرج كيفاش وقت منين قصت الكره قصها خلي العيار. هاك واحده. ايوه هاك بالله باس حطها له. هاك خرجوا راس الجول. الجماعه ما ترحمش قدام الكاج. الرحمه لا، ما يلعبوش، ما فادلكوش. عندهم في صبرهم هذوما الجماعه هذوما في صبرهم عيب. راهو شكون يضيع راس الجول عيب كبير على الاخر. ريت كيما في كل الارياف وكذاك التقاليد وكل حاجات اكل في صبرهم. لا عندنا عيب الحكايه هذيك. الجماعه زاد هذوما عندهم عيب زاد باش يضيعوا راس الجول ويضيع عيب كبير على الاخر. حرام على الاخر. هتفرج شوي كيفاش شو محليهم الثلاثة وقت اللي عملوا الفازة. محليها اخويا، محليها اللقطة هذه. انا حس فيها برشا حاجات. وين تراه كيفاش محليهم. عرفتم كل يقول لك مثلا والله في الحومة فما طفل صغير هذاك تحسوا نار قارحة هذاك. الطفل هذاك صغير، هي عمره صغير ما عنده يعمل، مش ما عنده يعمل. طفل صغير هذاك نار قارحة هكاك. ثلاثة في كل الحومة ذيك تحسهم نيران قارحة يا بوكل. يا سيدي خلينا نشوف الخبر اللي بعده. شكرا للموشي في شوط واحد ورانا امكانياتنا وشنو نجموا نعملوا. عندنا سنين ما ريناش المنتخب يهاجم. اي صحيح بالرسمي. ضغط ابارامو لموشي. اسمعني راني ما نفهمش لا في التحليل وكذا جمله راني على الحيط. اما شنو عندي مخي نخمم به، عندي عيني نشوف به ومخي نخمم به. لموشي عمل برشا تكتيكات هكا في وسط الماتش. هاكا لعب فهمتي. هاكا باش نوريكم كيفاش نضغطوا، كيفاش نضغطوا، باش نوريكم كيفاش ندافعوا، كيفاش ندافعوا. عمل برشا فهمتي حاجات به. وها باش نجيو عاده فهمتي شويه فضايحات. هاو جايكم فما جوارات باش نحكي عليهم فهمتي. غير سبان الاولاد. جماعه الجمعيات باش يطلعوا لي تو دبر يسكت. اللي يحب يسب والله ما على بالي. به يا شنو ما ريناش المنتخب يهاجم اول مره. نشوفوا مدرب يطالب لاعبيه بالضغط المتواصل وتطليع البلوك. مالا كيفاه. وحتى كان هايتي تشد الكره نقفوا بالصحيح ونرجعوا كرتنا فيزا. ابرز اللاعبين شكون عندك؟ العيار هذاك بتحكي لي حتى حكايه ما تحكيها لي. باش تقول لي الفازه اللي عوج بها وبعد عطاه باس غلطه. هاني جايه الفازه هذيك. لاعب غول وان شاء الله يسكر بلاصه الجناح الايمن اللي عانينا منها لسنوات. ربي يحفظه. صدقا شكرا للملعب التونسي فقط لازم يركز اكثر. عندك اسماعيل الغربي كل تمريره تشكل خطوره. هذا وبناك مع ناديه مع نتصور بناك وشنو عمل. ريان اللومي مستقبل راس حربه باهي ياسر ويحارب على كورته. ادم عروس مدافع كاسح. هاني جايك يا ادم عروس. اي صحيح انت مدافع كاسح وكل شيء. اما بابا هاني جايك ما نطولوا ما نسبقوش الاحداث. وعندك تونيكتي خلق 3 فرص سجل واحده واثنين كانوا قراب. والظهير الايمن تاع هايتي كلاه بالضغط. صبري بن حسن اداء جيد جدا تصدى حسين. خلينا نشوف الخبر اللي بعده. ايوه شفتوه الجوار هذا حازم مستوري جوار بهيم. حاشاكم حاشا ما يتصنت. يزي يعلولو يزي يحشم علاش سب في الراجل. يا ولدي جوار بهيم يعلولو. تش تفهم في الكوره اخي؟ تفهم انت في الكوره وشكونك انت يعلولو باش تقول للسيد هذا بهيم؟ يا سيدي انا بهيم. انا ما نفهمش الكوره. انا ما جمله خطيتني الكوره. هاي سافا انا خطيتني الكوره. اما الجوار هذا بهيم. يا ولدي يزي يحشم. يا ولدي كيفاش يا ولدي اخي؟ شكونك انت باش تقيموا؟ يا ولدي جوار هذا حازم مستوري بهيم. جوار بهيم ما يستحقش يكون في المنتخب. علاش قالوا هيك برا؟ انت شوفوا ساعه راس الجول. جاي هكا على الشيره بتاع اليسار شاط الكوره صباع جابها. عرفتك الشوط هذيك تاع نعرفش انا هكا في الحوم نبداو نكوروا كل شيء. تجيك الكوره كليكيت بامبي تلمو انت تعرف روحك ما تعرفش لا تعوج لا تعمل كنترول فيس هكا وفهمتي ديفونسورات قدامك تنقرها الكوره كي تنقرها نقره كي فهمتي تجيبها في السطح نتاع الجيران هكاك بالضبط. تعمل هكاك. تصوروا انتم في ماتش رسمي تجيه كوره حازم مستوري كيما هكاك ما يماركيهاش. اش عملنا وجا مليح؟ تراه الجوار هذا جوار بهيم ما عندوش بلاصه في المنتخب الوطني التونسي.
باهي حب من حب وكره من كره، دبروا يوسكم. انا زي راي السيد هذا ما عندوش بلاصه في المنتخب، في راس شواط خير منه، على الاقل خويا نلقاوه في الراس هكا الجحجيح هكا بين الديفونسورات يقد روحه يقد روحه. زيدوا طلعوا لي يقولوا لي نحب الكلوب، لا ما نحبش الكلوب وما نحبش الترجي، شواط خير منه، تحكي لي حتى حكايه كاو. باه هنشوفوا الخبر اللي بعده. يا سيدي محمد امين بن حميد، ايوا في بالكم فما اوتوروت هاي روتيكس تحل. وين تحل روتيكس يا اخي؟ روتيكس عندنا في تونس، لا 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 فما روتيكس تحل لك مؤقته كي تحل شويه وبعد تسكر. وقتاش تحل؟ البارح ما الساعه نتاع ولا اليوم ولا ما نعرفش عليها ولا كيفاش عسير وماضي ساعه نتاع الصباح فما روتيكس تحل. وين تحل روتيكس؟ في كندا يا ودي. ايش فما عليه؟ عامكم محمد امين بن حميده حل لكم روتيكس غاديك هذاك الجوار والله ما نسميوش ما نعرفش شنو اسمه. جماعه ولاو يلعبوا على شيرتو. يجي جماعه هاوك جماعه الهايتي ايش قالوا؟ يجي فما واحد فهمتي ابارامون حلنا روتيكس يجي نلعبوا الشيره ذيك فهمتني. عسلوا خرار مرار. علاش؟ من جرة محمد امين بن حميده. خويا محمد امين بن حميده شكر الله سعيك برا خويا، راك في الترجي عندك قيمه ثابته تبارك الله عليك، باهي سافا مريقل امورك واضحه في الترجي. خويا ما عندكش بلاصه في المنتخب الوطني التونسي، تحب ولا تكره. برا طلعوا لي تو مع الترجي فهمتني سبوني ما يسالش والله ما يهمني. السيد هذا ما عندوش بلاصه في المنتخب الوطني التونسي كهو. باه خلينا نشوف الخبر اللي بعده. يا سيدي ولاد صغار تبارك الله عليهم، فريق شاب في طور التكوين باطار فني جديد ومشروع مستقبلي قيد البناء. راهو اول ماتش الولاد باش تبداو تنبروا كذا على الانترونور. فما بصمه تاع انترونور. تحكيليش يعني ما نفهمش في الكوره. فما فرق عندي مخي وعنايه قلت لكم نشوف بهم ونحلل بهم وكهو. فما فرق كبير بين سامي عبوجه والسيد هذا، بعد السماع الله فرق كبير. فما بصمه تاع الانترونور فما. باه شنو اخر قالوا؟ كهذه سلبيه موجوده وباش نقيموها، ولهذا كانت الوديات مهمه. الاحكام مسبقه غالطه خاصه على الملاعبيه الصغار، والاطار الفني جديد. نحن في فتره انتقاليه وان شاء الله تولي اللحمه اكثر في المنتخب. ما زالت قدامنا مباراه هامه ضد كندا. باه غنشوف الخبر اللي بعده. يا سيدي مثل ما كسب بعض اللاعبين نقاطا اضافيه عند المدرب صبري لموشي، خيب احدهم امال جماهير تونس. فما ملاعبيه كسبوا نقاط عند صبري لموشي، معناها صبري لموشي عجبهم، قال باهي الملاعبيه ثم باهيين وكذا. فما ملاعبيه اخرين شكر الله وسعيكم صاي ما عادش باش تشوفوهم. اشكونهم الملاعبيه؟ يا سيدي خلينا نشوف. باه اكثر لاعب خيب ظن جماهير تونس ضد هايتي. اشكون اكثر لاعب؟ باهي راني خضيره. ايوا يخيب ظن جماهير تونس بالرسمي البرسوليه ما عرفتش انا. ابسون كاينو نلعبوا ناقصين جوار. انا مريت توبش والله حاولت نركز معاه هكا في الماتش وكل شيء يا خويا ما فما حتى شيء جمله. وينو شبيك بابا راني خضيره شبي بابا. نسمع عليك ديما في اسمه سكور بتاع السوفا سكور ديما تاخذ فهمتي ارقام عاليه. شبي بابا شبيك شفما شنو اللي صار لك؟ خايف اول ماتش تلعب وخايف؟ باهي انا تو ما عنديش الحق نحل فمي فهمتي خاطر انت ماتش اول ماتش وكذا وكل شيء. انا بركه مثالش انا مسكرين فامنا. هاني ماشي نحل جلختي. باه تو نشوفوك في ماتش كندا. هذا كان هبطك عاد صبري اللموش. باه وظهر خضيره باداء ضعيف حيث عانى بشكل واضح على مستوى التغطيه الدفاعيه ولم يقم بالدور المطلوب في غلق المساحات او دعم الخط الخلفي. حسيدو صغير يغطى عليه لين صايب ما عادش ينجم. باه كما غاب دوره في الربط بين وسط الميدان والهجوم اذ لم تكن مساهمته في بناء اللعب واضحه ما اثر على انسجام الفريق. بالرسمي تحسنا كنا نلعبوا ناقصين. السيد جمله ما فماش ريحته جمله ما فماش وين والله اعلم مانيش عارف انا اختفى شبي خايف شبي بابا. اي عاد شنو تو سكرنا فهمنا راكي جيت راهو طيحنا من رواحنا وتعرف شنو خشماتنا في القاع وكذا وطفينا الضوء وقلنا هيا بركه فماش يكون خير منه ميسالش هاو مادام هو فهمتني قالنا نحب نلعب هي ميسالش تفضل خويا مرحبا بيك كذا. احشم على روحك شويه بابا احشم شويه على روحك. احشم شويه على روحك شبيك. اللعب اللي لعب بيه بتاع انسان مثل متملح معناها انسان ما على بالوش انسان معناها تربح ولا تخسر ولا باش يقول فمي. ترى هاي شو انا قاعدين نصفيو في النيه معاك لحد هذه اللحظه انا نصفيو في النيه كاو. خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. سيدي 3 لاعبين كسبوا ثقه صبري لموشي. العكس بتاع الخبر الاخر. بعد الفوز الودي على هايتي استنى ساعه قبل كل شيء راني خضير شكون اخر فما جوارات اخرين شكون اخر في المقابل برز زميله الياس الصخيري بمستوى افضل. باهي متفاهمين. هذا الاداء جعل الجماهير تبدي خيبه امل واضحه. يا ودي مش قلت انت 3 جوارات وينهم الجوارات الاخرين؟
باهي ودخل نصور قرطاج اللقاء، اعطينا اخويا اكثر لاعب حسيته هو لاعب بركه كهو راني خضير، هذاك هو اللي خايب ظن الجماهير. باهي فما 3 لاعبين كسبوا الثقه، انا من غير ما نقرا الخبر ظاهرين الملاعبيه شكون فهمتي، عندك التونيكتي والعياري واسماعيل الغربي. باهي خلينا نشوفهم شكون 3 لاعبيه اللي عمكم بن صبري اللموشي قال لكم منهم نخلق. باهي شكون ايوه والله يا سيدي معتز النفاتي قال لك ورقه رابحه على الجهه اليمنى في حسابات اللموشي، بالطبيعه دخل معتز النفاتي فتحركت شوي اللعبه فما فرق. باه شكون خليل العياري حركيه ونشاط في الخط الامامي، هاني جاي التعويجات تاع خليل العياري هاني جاي، تفكروا انا قلت لكم على خليل العياري بشوي ما نسبقوش الاحداث، هاني جايكم لحظه. باه اسماعيل الغربي تاكيد بالارقام والاداء، السيد فهمتي ما لعب حتى ماتش 10 ماتشات هو بناك، هبطت اليوم شوف شنو عمل. باهي يا سي باش يقول فمي يا لونترونور تاع اسماعيل الغربي يا لونترونور جمعيته يهديك ربي، تهبطوا طفل مسكين، تهبطوا طفل اغسل له شنو لعب، وانا متاكد مليون في المية اللونترونور نتاعو تفرج فيه فاش قاعد يعمل. باهي مؤشرات ايجابيه قبل الاختبارات المقبله، اداء هذا الثلاثي يمنح المدرب صبري اللموش خيارات اضافيه وحلول متنوعه. باهي هنشوفوا الخبر اللي بعده. يا سيدي ايوه الجارديان صبري بن حسن اول مشاركه دوليه مستقره جدا، تصدي حاسم في الشوط الثاني وثقه كبيره في خروج الكرات العرضيه. اسمعوني اكل الخرجه هذيك بتاع وقت اللي عملوا توزيع الخرجه هذيك وطلع لها هكا بيد وكل شيء برشليه تبارك الله عليه، حب ولا تكره السيد عنده ثقه في روحه. باه انا بالنسبه لي انا خويا مقتنع بصبري بن حسن، اكتبوا لي انتم في التعليقات ينجم يكون الحارس الاول المنتخب الوطني التونسي نعم ام لا، ووعدوا على الجمعيات الله يرحم والديكم. باه هنشوفوا الخبر اللي بعده. ادم مريء والله يسامحوني ادم عروس راهو تبارك الله عليه وكذا غير هف وعملها فهمتي تصير راهو، اما برشليه واحد من الناس انا التفسيخ هذاك اخويا تفسيخ راهو في الاتاك راهو مش في الديفونس، مش قدام الكاش مش قدام الجارديان تاعك تجي تحاول تحب تفسخ. اتفرج التفسيخ هذيك ما تجيش غادي بابا، التفسيخ هذيك ما تجيش انت ماكش مطالب اصلا باش تفسخ جوار غادي. باهي انت مطالب باش تبعد الخطر باش تشوط الكوره تعديها لصاحبك هاكا وحده غاديك جاي تفسخ بولا باس بابا، غاديك هو اللي يفسخ برا خويا يطلع لاتاك وتحب تفسخ غادي فسخ، نص تيران تحب تفسخ فسخ غادي، البلاصه هذيك ماهيش تاع تفسيخ مش بجي انا تو نقول لك. باهي هنشوف الخبر اللي بعده. يا سيدي عمكم خليل العياري زعلوني هذا زعلوني. باهي اتفرجوا كيفاه واسمعوا الجماهير شنو قالوا له. قال لك هي صفقه واحد تصفيقه فهمتي زعلوني تصفيقه، اسمعوا الجماهير اسمعوا. باهي خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. يا سيدي مدافع هاتيفي بهب الريح امام خليل العياري. تفكروا وقت اللي انا قلت لكم بشيره اللي على اليمين تاع خليل العياري باش يبدا يرقد فيها ابوه على اخوه، تفكروا ولا ارجعوا فيديوهات 3 فيديوهات قبل، ارجعوا لهم الفيديوهات هذوما وشوفوني انا شنو حكيت على العياري. باه اتفرجوا عمكم العياري وين هي الفيديو. باه هاي الفيديو اتفرجوا عمكم العياري شنو عمل. يا سيدي هاك عدى صاحبه هوب رجعها له اقعد غادي اقعد الثاني بعثهم الزوز. بالنسبه لك الباس هذيك باهيش نحلوها بالمنطق وبالمعقول باهي ما راهو ما يحمدش ربي راهو تيح فيه ربي. الفازه اللي عملها فسخ الجوارات شكون نجم يعملها؟ ما همش برشا جوارات. الغلطه اللي عملها بتاع الباس هذيك شنو ضرتنا ما ضرتناش. التعويج هذيك التفسيخه بتاع الجوار فما شكون جوارات ينجموا يفسخوا كيك جوارات بالطبيعه ما فماش. مال اخويا نكتفي وفهمتي ونحمدوا ربي اللي عندنا جوار ينجم يعمل هكا بغض النظر عدى باس غلطه رجعها للجول بتاعنا ما نعرفش انا حط شاطها في الجمهور امور اخويا السيد هذا ينجم يفسخ جوارات. راهو عندك فهمتي ملاعب ينجم يفسخ جوارات عليك كان تحمد ربي وتشكر. خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. اسماعيل الغربي حين يتحدث الاصرار فوق الميدان الى جانب الاسيست وتمرير الهدف الوحيد لا يمكن ان يمر مردود اسماعيل الليله مرور الكرام. السيد هذا فهمتي ماهوش قاعد يكور 11 ولا 12 ماتش ما لعبش فيهم حتى فهمتي دقيقه، اقصد كيفاش هبط وشنو معناه زايد راهو جوار راهو تقول لي هبط يلعب كومبيتيتيف ماهوش كومبيتيتيف يا عندك يا ما عندكش راهو. خلينا نشوف الخبر اللي بعده. يا سيدي مشروع النسور قيد البناء لا عزاء البلاتوات التهريج غدا ستتعالى الاصوات